ازاي اقيم مستوى جودة صوتي؟ اهلا بيك في الفيديو الاول من تحدي 30 فيديو في 30 يوم واللي بشارك فيه صديقي احمد يونس على لينكدين. السؤال الاول هو ازاي اقيم مستوى جودة صوتي؟ والاجابة بتتلخص في 3 حاجات، سواء كنت معلق صوتي، مدرب، موظف خدمة عملاء، ايا كان مجالك اللي بتتعامل فيه مع جمهور. اول حاجة هي ان صوتك يكون مش منفر، صوتك الناس ما بتتضايقش لما بتسمعه، وده ياخدنا لتاني حاجة مهم جدا، ان مخارج الحروف تكون عندك واضحة وسليمة عشان الناس تركز معاك وتسمعك كويس وتفهم انت بتقول ايه. وده بقى ياخدنا للنقطة الثالثة المهمة، وهي انك لما تتكلم مع الناس شدهم ليك. ازاي؟ بانك ما تكونش مونوتون. يعني ايه؟ ان ادائك ما يكونش ماشي بوتيرة واحدة، زي ازيكم، عاملين ايه، انا محمد، هتكلم معاكم في الموضوع الفلاني. ايه، الناس هتبعد عنك وهتنفر منك وهي مش عارفه اصلا ايه السبب. طب والحل؟ الحل انك تعرف امتى تبطأ وامتى تسرع، امتى تتك على كلمه معينه علشان تخلي الناس يركزوا معاك، وامتى تعمل بوز علشان الناس يتشدوا لك. ودول كانوا اهم 3 حاجات يقيموا مستوى جوده صوت اي حد بيتكلم مع الجمهور. ما تنسوش لو عندكم اي سؤال اكتبوه لي في الكومنتس عشان يكون هو الفيديو اللي جاي.